واحدة هنا. يلا. 1 2 3 4 5. يلا 5 6. 6 فين؟ تعالى خد. راح فين؟ طبعا اللاحم مش عارف ادخل عنده. بص عامل ازاي. في يا عم كلب ده ولا ايه؟ قصته الاتنين ولا لسه؟ خلاص يا عم. في بصوا بقى الحنية والجمال. الحمد لله. انت بتلعبه ولا ايه؟ في ايه بس؟ في ايه يا عم؟ طبعا بص عامل ازاي. يا نهار ابيض. ايه ده؟ بصوا بس. نبدأ كده معاكم بسم الله. تعالوا نشوفوا هنبيع ايه من الحمام. طبعا هنبيع شوية حمام كان لازم يتباعوا من زمان. في حمام ياما ملوش لازمة عندي هنبيعوه، وطبعا هنتابعوا الزغاليل والحصى. في حمام ياما الحمد لله حصى، وفي حمام ياما انا حضنه. وطبعا هنتابعوا الحمام الجديد اللي هو حصى او الحصوايه. هنشوفه دلوقتي مع بعض، وهنتابع مع بعض الحمام، وهنشوف هنعبي الكرتونه دي ايه. طبعا الحمام اتباع. الحمام خلاص اتباع، مش لسه هنبيع. اتباع الحمد لله. هنعرف هنبيع ايه وهنجيب بداله الايام الجايه ان شاء الله. اعمل لايك واشترك في القناه لو انت حبيت محتوانا، ويلا نشوفوا هنبيع ايه من الحمام، ونشوف الزغاليل والحصى وباقي الحمام. نبدا الاول كده ونشوف هنبيع ايه من الحمام. اول حاجه نعملها نشوف هنبيع ايه، وبعدين بقى نيجي نشوفوا اللي حصى واللي طلع، ونتابعوا الزغاليل وهننجل دول، وهنعمل كل شيء ان شاء الله. بس نخلص ونشوف هنبيع ايه من الحمام. الكرتونه بتاعتنا اهي. اول حاجه انا زعلان على الذكر ده، لان الذكر ده ان شاء الله هيرد لصاحبه النهارده. بصوا الذكر ما شاء الله كان نفسي يطلع شغال، او كان نفسي يطلع كويس، بس مش عارف بقى ماله. مش عارف ماله. بصوا عامل ازاي. والله ولا غلطه. عيون واسعه، عيون الوانها مظبوطه، تجاليب قويه خالص، خدود مظبوطه، مسله كويسه، الوان مفيش غلطه. وكانت النتايه ديت لو كانت برضو النتايه كويسه كانوا طلعوا شويه زغاليل محترمه، وعظم كويس. عظم كويس خالص، وطول طبعا مفيش زيه. 40 سنتي. بصوا السلاكه معدي ال 40 سنتي كمان. والحمد لله يعني. بصوا مفيهوش غلطه من البطن، مفيهوش الا حته بسيطه خالص. بصوا حته ما ممكن ما تقولش اصلا لطشه، حته بسيطه خالص. والنتايه طبعا هتعوضه، لان الحمد لله النتايه سالت. بس النتايه هتترد، والذكر كمان هيترد لصاحبه، وهنجيب ان شاء الله بدلهم جوز حمام قشر بندق كويس. بعد كده ان شاء الله مش هنجمع الحمام، مش هنجمع ونجيب ذكر من مكان وانتهي من مكان. مش هيحصل الكلام ده ان شاء الله. جوز حمام على بعضه شغال كويس، ومستوى برضه كويس زي دول اهم. مستوى كويس والحمد لله. يومين واشتغلوا دول بقى. دول النتايه على حصوايه. النتايه ان شاء الله تحصل عند صاحبها. مش لسه هبيع الحمام اقول لكم انا بايع ده وده، لا الحمد لله بعت الحمام. فدول كمان اهم معانا. طب بعت دول ليه؟ فيهم ايه؟ ما بيحصوا شغالين. هنجيب مستوى احسن منهم، في مستوى قدامي احسن منهم بياما. فهنبيع دول نزود على ثمنهم 200 300 400 كمان، ونجيب المستوى ده. لان بعتهم مش بعتهم غالي يعني، بعتهم بتمن اقل من ثمنهم. انا جايبهم بكذا، بجيبهم مثلا ب 500 او 600، بعتهم باقل من ثمنهم. مش هقول كام عشان طبعا صاحب نصيبهم، لان في تاجر خدهم مني. تاجر اللي خدهم مني مش غاوي، ده تاجر بيحط على الحمام فلوس عشان يكسب، وعشان كمان مصاريف الشحن، عشان اللزق، عشان الكراتين دي، عشان كمان الكلفة. طبعا الكلفة مش ببلاش، ولا اللزق ببلاش، ولا الكلام ده كله. فلازم يحط على الحمام مكسبه. تمام. ده مش فاتحها لله، او مش هيفتحها ويخسر. طبعا ده كمان ده كان لازم يترد من زمان الجزء ده، لان انا صبرت عليه ياما. وطبعا كنت شاكك اللي هم ذكر وانتايه، وصاحبهم كان بياكد لي انا جايبهم طبعا من واحد انا واثق فيه. فعشان كده صبرت عليه الشهرين دول. بس هم طلعوا ذكرين، ويمكن كمان تطلع نتايه. والله الله اعلم. الله اعلم. بس هم حتى لو ذكر وانتايه، ذكر وانتايه مش شغالين، ما اشتغلوش عندي. تمام. لو اشتغلوا عندي كنت سبتهم. والجيش بندق نفس الكلام. فدول كمان معانا، ودول كمان معانا اهم. طب بعت دول ليه؟ فيهم ايه؟ عندي ابنهم في النش، بس عندي اللي احسن منهم هنا. تمام. والذكر اللي عندي اسود مش عاجبني، بس عندي ذكر تاني احسن منه 7 و7 في النش. والنتايه دي كويسه خالص. النتايه دي بصوا كويسه خالص، والذكر كمان حلو مش وحش. بس طبعا في احسن منهم، فهنجيب ان شاء الله الاحسن. هنبيع دول، وعندنا جوز بداله. وان شاء الله لو لقيت الاحسن هبيع دول وازود عليهم 200 300 واجيب الاحسن. ده اللي هيحصل الايام الجايه. ده اللي هيحصل مع دول كمان.
دول ان شاء الله هنبيع جزء منهم ان شاء الله، يعني جزء من دول هم هنبيعهم ان شاء الله، ونزود على ثمنه 2000 كمان ونجيب جوز كويس. او ممكن ابيعهم الاثنين وازود على ثمنهم 1000 واجيب جوز حمام كويس واربي منه زغاليل. تمام، بدل مثلا في حد مثلا يقول لي عادات صوافه كلام من ده، لا هم جوز كويس وخلاص. وان شاء الله نلاقي انتايه للجدجات ده. دول الاول خالص ناخدهم معانا كده، نحطهم في الكرتونه اهو. طبعا هنعبي بعد الفيديو، ادخل بس ثانيه، هنعبي بعد الفيديو، بس انا هعبي دلوقتي الجوز ده عشان طبعا عايز المكان بتاعه. ندخل ثانيه كده تمام كده، عايزين دي كده. بتعمل كرتونه كده عشان تكون امان شويه، وبعدين بتتزك. تعال انت كمان. طبعا بتتزكى بلزق وبتكتب عليه اسم المكان اللي يعني هتوصل فيه ان شاء الله، ورقم تليفون صاحب الحاجه اللي هيستلم الحاجه دي على الكرتونه كده. تمام. اللي عندي فاضيه هنجيب فيها ايه؟ هنجيب فيها الهزاز. تعالوا كده مع بعض، احاول ان شاء الله ما اقصش من الفيديو خالص. تعالوا كده ناخده ده وناخده دي كمان. طبعا ده مكان الزينه، المكان ده بتاع الحمام الزينه اهو. بصوا هنبدا ان شاء الله نسيبهم مع الكينج تمام والهزاز، ولما نعمل باقي العيون في المكان ده ونخلص دي، هنبدا ان شاء الله نجيب الزينه. الايام دي ان شاء الله هنجيب ايه؟ هنجيب الغزار، الابدج الفحمي، قشر بندق تاني، سكروته تاني، ممكن اجيب عنبايه احسن، النتايل ده، وطبعا مساويد تحت وصوافات كويسه. تمام، مساويد وصوافات وحلوس وكلام من ده كله. نخلصوا الغزار بعدين نخلصوا السلكات دي، واحنا بنجيب الغزار هنخلص السلكات. يعني مثلا بنجيب جزء غزار الاسبوع ده هنعمل سلكتين كده، يعني لان السلاكه ديت مكلفه، الارضيات والايضاج البلاستيك عندي، بس الخشب غالي. تمام، الخشب اليومين دول غالي، فانا مستني فرصه ان شاء الله ونعملهم دفعه واحده. تمام. ناخد شويه الكلفه دول خليهم هنا. ايه اللي حصل هنا؟ بصوا، اول حاجه حصلت دول حصوا الحصويتين. هتقول ازاي حصوا الحصويتين؟ ده بقى لهم عندك يوم واحد، بقى لهم اكتر من يومين، اكتر كمان، يعني ده اليوم الثالث، لان الفيديو اللي نزل امبارح فيديو قديم. مش لازم الفيديو ينزل في نفس اليوم، ممكن اصور الفيديو يقعد يومين وينزل على حسب مونتاجي وعلى حسب انا فاضي ولا لا، فمش لازم الفيديو ينزل في نفس اليوم. الحمد لله. انت بتلعبوا ولا ايه؟ في ايه بس؟ في ايه يا عم؟ طبعا بصوا عامل ازاي، بصوا الجمال. طبعا دي نتايه شكلها. يلا واحده، يلا 2 3، خلينا كده. والله في حصويه مكسوره والله العظيم. بصوا حظ ده الاتنين مكسورين، يا نهار ابيض. الحمد لله انا ما كنتش اتوقع اصلا ان هم يحصوا الاتنين. الحمد لله. طب هنعمل ايه؟ انا كنت ناوي احضرهم والله تحت دول. بص اهو الحصى بتاعهم اهو، كنت ناوي احضرهم تحته. تعالوا كده نجيبوا تحديق. الفيديو ممكن يكون طويل شويه، بس انتوا اللي عايزين الفيديو يكون طويل. نجيبوا تحديق كده. انا والله ما اعرف اتكسر منين ايه، بتحصل عندي ياما الايام اللي فاتت. بعد ما الحمام كنت مستنيه يحصي والحصى يتكسر. ده حصى الشغلباص صوم خلاص مستحيل يطلع. طيب ليه مستحيل يطلع؟ ما ممكن تحطه ويطلع، لان بصوا الحته دي، بصوا خدت هوا خلاص اهي، عامله ازاي اهي في الحته دي خدت هوا يعني خلاص. بصوا دي كمان يعتبر ممكن، بس خلاص برضو يعتبر خدت هوا. الحته دي كمان اتكسرت كويس اهي، كمان اهي في حته كمان اهي. الحصوايه لو دخلها هوا خلاص مش هتنفع، مش هتكمل. ممكن يكون فيها تخصيب ومش هتكمل، والله اعلم. ممكن اصلا يطلعوا غير مخصبين، الله اعلم. فحظنا كده، حظنا فوق الحصويتين. بس دي حاجه تفرحك في البدايه خالص، ان الجزء الحمد لله ذكر وانتايه وذكر وانتايه شغالين. دي حاجه يعني حلوه مش وحشه، وهيحصوا تاني ان شاء الله. خلاص هم حصوا في خلال يومين، يعني ان شاء الله هيحصوا كمان اسبوع او 10 ايام بالكتير. هنشيل الحص بتاعهم نركنه على جنب،
ونحط الحصى بتاع الشغلباص، او ممكن بلاش نحط الحصى بتاع الشغلباص. تعالى كده نشوف دول قصيتوا الاتنين ولا لسه. خلاص يا عم، في ايه؟ بصوا بقى الحنيه والجمال، ده حاجه تبسطني. ده لسه جاي معايا في المكان جديد. بص عامل ازاي. تعالى كده نشوفه. النتايه عليها الحصويه التانية، عليها الحصويه التانية. بصوا عشان الناس اللي بتسأل انت بتعرف منين اللي هي عليها الحصويه التانية. النتايه بص فيها كام خنجة، 2 3 4 5 6 ما شاء الله. لا مش 6، 3 بس، انا بحسب دول خناجر. بتعرف منين اللي هي عليها حصوايه؟ بصوا في الحته دي، المنطقه دي بين رجليها كده، بتحط ايدك بس طبعا ما تحطش ايدك جامد عشان ما تاذيش النتايه، هتلاقي مكان الحصوايه. تمام. بص الدقه. مش عارف بقى اسيب لهم حصاهم ولا لا. انا عايز احضن حصاهم بس مش عايز احضن، يعني عايز احضن ليه؟ عشان اكسب حصاهم، عشان اكسب جزء منهم زغاليل بدل الشغلباص. ومش عايز احضن عشان اطمنهم للمكان واخليهم يطلعوا عندي. انا حاجه من الاتنين، يحضن يا محضنش. فاكتبوا لي في التعليقات نحضن ولا لا. وان شاء الله ربنا يعوضنا في الشغلباز الارضي. بس عايز كل الناس تكتب لي في التعليقات نحضر ولا لا. واللي كمل معايا هنا بقى لازم تعمل لايك، لازم، واشترك في القناه، ده اكيد. تعالوا نحط لهم شويه حديد كده هيحسوا تاني ان شاء الله. وسع وسع وسع. طب تعالى ناخد دول كده نلعب بيه لعبتين. يلا واحده، يلا هنا. يا ده الدكر ولا الانتايه؟ حلاوتهم اللي هما شبه بعض. بصوا في يا عم، صلى على النبي، صلى على النبي. واحدة هنا، يلا. 1 2 3 4 5. يلا 5 6. 6 فين؟ تعالى خد. راح فين؟ دخل فين؟ في حصواية هنا، في حصواية فين؟ دي حصواية والله لسه شايفها دلوقتي، مخصبة كمان يا عيني. بصوا فيها تخصيب. راح فين؟ رحت فين يا عم؟ اهو طلع اهو. يلا واحدة 2. تانية فين؟ تعالى يا عم بقى، خلاص قرار، كفاية عليك، كفاية عليك. تعالوا بقى نشوف الكركان دي. الحمد لله تحت الزغاليل. في يا عم مش هاكلهم يعني. الحمد لله الزغاليل بدأت تبان. خلاص بقى ان شاء الله هنشيل الذكر ونسيب النتاية، نشيل ده يعني ونسيب النتاية لحد ما تاكل وبعدين نحطه ثاني. الحلبة الحمد لله طالعين قد بعض لانهم طالعين مع بعض. لما نزلت الفيديو شورتس وقلت ليه في زغلول اكبر من زغلول، في ناس ياما بتقول لي عشان ذكر وانتايه، عشان مش عارف كذا وكذا، بس اغلب الناس بتقول عشان ذكر وانتايه، عشان طبعا مش طالعين في ميعاد واحد. لو طالعين في ميعاد واحد هيكونوا قد بعض، بس هم مش طالعين في ميعاد واحد، فعشان كده مش مظبوطين. وسع كده اهو. بصوا دول طبعا مش طالعين في ميعاد واحد، في واحد طالع قبل التاني، فعشان كده واحد كبير واحد صغير. تمام. الانجليزي النتاية انت عليك عصوايه معلهاش اي حصى. تمام. الضخر بيخنن زي ما هو. الدنيا شكلها كده هتشتي، الدنيا هتمطر دلوقتي. بصوا الحمام بتاع النش فيه مفاجأة مش هقولها لكم دلوقتي في الفيديو بتاع النش. كل الناس تتابعني على قناة النش، اسم القناة نش الحمام مع علاء. اما ده طبعا الذكر واقف لوحده اهو، الحمد لله واقف لوحده. ودول حصوا ايه تحتهم حصى جدجاطي 4 12. تمام. والحصى سليم، مش عايزين نمسكه ياما. ده مكان الهزاز. خلاص كده هنجيب بداله مثلا ايه باكستاني ان شاء الله. هنسيب الاربعه السحن دول، هنجيب باكستاني هنا وشخشول هنا لحد ان شاء الله ما نجيب منهم الجزء الثاني. يعني ان شاء الله لما نلاقي انجليزي احمر هنجيبه في المكان ده، نلاقي 2 باكستاني هيكونوا في المكان ده ان شاء الله. يعني واحده واحده هتفهموا كل حاجه لما نعمل المكان الجديد بتاعنا. كل حاجه واحده واحده، لان الحاجه دي غاليه. الحاجه اللي هو الحمام غالي، الحمام مش رخيص ومش سهل تلاقيه. غير ان هو غالي مش سهل تلاقيه خالص. اما دول لسه زي ما هم، قلنا اخر الشهر لو ما حصوش خلاص. ودول شكل الانتهى حصت لسه ما حصتش معاهم الزغاليل. الزغاليل خلاص
ان شاء الله هيكون في عرض بيع للزغاليل. عرض بيع للزغاليل دي هينزل. اما دول الحمد لله تمام. دول حصوا اول حصوايه. تعالوا بقى نأكد كده برضه عشان ايه الحصى ما يتكسرش وبعدين نزعل تاني. تعالوا نجيبوا تحديق اهو عشان الحصى. يا نهار ابيض فيها تخصيب. بصوا الدم اهي. هنكمل عليها بره كده اهو. الحصوايه فيها تخصيب. دي حاجه زعلتني وفرحتني في نفس الوقت. زعلتني ليه؟ ان الحصى اتكسر، وفرحتني ليه؟ ان الحصوايه فيها تخصيب، يعني الذكر بيخصب وشغال، وان شاء الله ربنا يعوض علينا بداله. اهو فيها تخصيب. ممكن التخصيب ما يبانش لانهم لسه اول يوم. لا التخصيب باين اهو. التخصيب باين اهو. بص عامل ازاي. بس الحمد لله ان اتاكدت انهم بيخصبوا. الحمد لله. الايام الجايه احسن. عايزين ان شاء الله نوصل قبل نهايه السنه 50,000 ان شاء الله. بيكم هنوصل 50,000. فطبعا كله يعمل اشتراك في القناه وان شاء الله هنوصل في اقرب وقت. بس يا عم في ايه يا عم. طبعا دول هم الزغاليل تمام. الزغاليل الحمد لله كويسه خالص. طبعا اللاحم مش عارف ادخل عنده. بص عامل ازاي. في يا عم كلب ده ولا ايه. خلاص عايز بس اشوف الزغلول اشوف. بص عامل ازاي. بصوا بقى الجمال والحلاوه. بصوا التاكيل. انا لسه ما اكلتش المره التانيه بتاعت الزغاليل. انا كلفت كله بس لسه هاكل تاني للي عنده زغاليل. وبصوا التاكيل عامل ازاي. طبعا دول لسه محصوش ودول كمان حصيته لسه محصوش. لسه الحمد لله كله محصاش. اما دول ان شاء الله يطلعوا في خلال الاسبوع ده، ودول كمان هيطلعوا في خلال الاسبوع الجاي. لسه مش الاسبوع الجاي يعني، ممكن بكره وبعد بكره يطولوا مثلا يومين زياده كده يعني اللي هم دول. اما اوشا وسمسمه كان في حد بيسال ليه عليهم 3 حصويات او محصيين 3. انا قلت انا محضن تحتهم بيض الكينج وسايب الحصى بتاعهم. ودول الحمد لله تمام. مش هيطولوا ياما. 1/12 ممكن يطولوا عشان الشتاء. ممكن 21 يوم فبيطلعوا الاسبوع الجاي. ممكن وممكن. انتوا بقى ايه الدنيا طلعتوا؟ لسه ما طلعوش. لسه ايه ده طلعتوا ولا لسه؟ ما تهدى يا عم. ايه في يا عم. يا عم بندق. ده مش بندق ده عزوز. انا طبعا بتخبل بين بندق وعزوز لان الاتنين شبه بعض او فوق بعض يعني. دول الحمد لله تمام. فين الزغاليل؟ الزغاليل اهي. ده وده. انا بحسب ده زغلول والله. كده كله تمام. والذكر السحن هيتباع هنا كده كله تمام. والحمام كله الحمد لله تمام. انا زعلان على الحصى ده اكتر منك. طبعا هتقول لي ليه كسرته. هو كان مكسور وما كانش هيخسر. تمام. اعمل لايك واشترك في القناه لو انت حبيت محتوانا وعايز تشوفنا تاني. كان معكم علاء من قناه كريم حمام. سلام.